وباش ما يديروش شي غلط، يعني هي كتدلعك. ما كلهم تيحنوا كلهم هي عندها الدلع كتدلعك. حنا ما عندناش مشكل، حنا اللي بغانا اختنا راه بغانا. دابا حنا غير الناس كيقولوا ما تبكيش بزاف انت مريض. اهلا وسهلا متتبعي الاوفياء لقناه عالم التوأم. اليوم جيت معكم بواحد الفيديو جديد، واول حاجه بغيت نقدم التحيه للمشتركين الجداد اللي انضافوا للقناه ديالي. شكرا لكم على الاشتراك، وكنتمنى منكم الدعم المتواصل ان شاء الله، وكنتمنى المحتوى ديالي ينال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن ويكون في المستوى ان شاء الله. اليوم جيت بفيديو جديد بغيت نشارك معكم. صراحه ضرني في خاطري وبقات فيا هاد السيده بزاف اللي هي امي نعيمه. شي حاجه صراحه كتضر في الخاطر بزاف، والله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. كلنا عندنا امهات وكلنا عندنا وليدات، ما كتبغيش لولدك تشوفه في هاد الحاله ولا بنتك تشوفها في هاد الحاله وتوصل لهاد المواصل اللي وصلوا ليها. صراحه هادشي كيضر في الخاطر بزاف واثرت فيا بزاف امي نعيمه. من هاد المنبر كنطلب من الله سبحانه وتعالى وهو يفرج على الاخت مريم، وترجع ان شاء الله للاسره ديالها كما كان الحال. راه ما كتبغيش شي حاجه خايبه لاخوك المسلم، يعني كما كان الحال وكما اقتضت الامور ما كتبغيش شي حاجه خايبه. كيف كتشوفوا وليدها معاها صغير في السجن اللي ما خصوش يكون في هاد السن في السجن، وبنيتها خلات وليداتها على برا صغارين اللي محتاجين في هاد في هاد الوقت الام ديالهم. لهذا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرجع يجمع شملهم ويطلق سراحها وتقاد الامور ان شاء الله. المهم ما نطولش لكم، نخليكم مع الفيديو. توحشت وليدات، بغيت نجلس معاها، بغيت نتزاود معاها، بغيت نقول لها الله يفرج تيقولوا لي مريضه واش راكي مريضه بصح، بغيت نستشر معاها، بغيت نشوفها في داك السجن ونعطيكها. اخوان والاخوات، والله العظيم الى هاد الفيديو صراحه اثر فينا، يعني كتحس بالام كيفاش محروقه من الداخل على البنت ديالها، ويعني كتخرج داكشي اللي كتحس به بانه السيده راه واصله بها العظام، يعني راه واصله بها لواحد الدرجه اللي ما تتصوروهاش، انها تخلي ليها حمل ديال وليداتها وتشوف معاها ولدها الصغير في السجن. يعني راه هادشي كيضر في الخاطر. لهذا بلا ما نبقاو نقولوا شي هضره اللي يعني خايبه على امي نعيمه ولا على البنات ديالها، الله يكون في العون. وكل واحد وكيفاش بغى يشوفوا الله، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وهو انه يطلق سراح الاخت مريم باش لهاد الام ديالها تبرد شويه الكبده ديالها ويرجع يجمع التشمل ديالهم. كيف كتسمعوا بلي هي كتقول لها انا توحشتك بزاف، توحشت البنت ديالي مريم، توحشت ولدها زياد، وبغيت نجلس معاها ونتحدث معاها. وهادشي كلكم غادي تحسوا به، يعني كلكم غادي تكونوا مجربين هادشي، وغادي تكون عندكم امهات ديالكم كيخافوا عليكم وكيتوحشوكم كيما هاد المراه، وغادي يكون عندكم وليداتكم ما تبغوش تخليوهم يعني وتكونوا في هاد الحاله اللي خايبه. لهذا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يفرج على الاخت مريم ويطفي هاد الغضب وترجع الامور كما كانت. انسان كلنا خطائين وكلنا يعني انسان، ما يمكنش انسان ما غاديش يخطأ، والله يسمح لنا ويغفر لنا كاملين يا رب. بغيت نشدها باش مريم هذاك الله اخت مريم الله يطلق سراحك اختي ورجعك لوليداتك، والله يهدي مخلق. وكنتمناو بهذه باش تكون تجربه وتكون عبره لبزاف ديال الناس اللي كيسخن عليهم راسهم وكينوضوا كيتصرفوا شي تصرفات اللي صراحه كيندموا عليها في الاخير. هذا الشيء الاخوان والاخوات مهم خاصو يكون عبره لينا حنايا باش نعرفوا باللي راه الوقت دواره. الانسان مادام على وجه الارض ديما يطلب السلامه ويطلب الستر، حيت راه ما تعرف اشنو تجيب لك الوقت، اشنو مازال مقسم لك الله سبحانه وتعالى. واش هاد الاخت مريم كانت كتظن واحد النهار غادا تدخل للسجن هي والابن ديالها؟ الابن ديالها مازال رضيع، مازال طفل صغير. هاد الاخت مريم كتطمح والعلم الله اشنو كتقول، عاد شرات الدار وبعرف شنو باغا دير شنو باغا دير. لهذا اخوان والاخوات ديما قولوا مادام الانسان على وجه الارض كيف قلت لكم ديما يطلب السلامه والستر. هادشي اللي غادي نقول لكم،
وبغيت نقول لامي نعيمه الله يرزقك الصبر، وانسان كيف قلتي لبنتك باش تصبر حتى انت صبري، دابا ان شاء الله يجي الفرج. وشكرا لكم متتبعي الاوفياء لقناه عالم التوأم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون عند حسن الظن. مهم ما تنساوش ديروا لي لايك، اللي شاف فيديو يدير لي لايك. وشكرا لكم على التعاليق المحفزه، وشكرا للناس اللي انضموا للقناه ديالي قناه عالم التوأم. شكرا لكم بزاف، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى هو يجيب الفرج. غير على الاقل لو جا دوك الوليدات، يعني بزاف ديال الناس كيخليو تعاليق كيقول لك باللي راه شنو كاين، هما فيهم، هما لافوت ديالهم. كما كان الحال الانسان يقول العلم يكون غير بخير ان شاء الله. جيبوا لي خاوي امي نعيمه في حاله هستيريا ديال البكاء. الله يحسن العون، والله يكون معها، والله يرزقها الصبر، ويقدرها على دوك الوليدات باش تكون معاهم حتى تخرج. ما تقولوش لي حتى لا كانت موفره لهم كل شيء، ولكن حنان الام ما يمكنش لها غادا تعوضوا لهم غير الام ديالهم. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى هو يطلق سراح الاخت مريم وترجع لوليداتها ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين كبدا دابا راه مريم وصلت يا امي نعيمه. مريم وبغيت كامل. اخوات والاخوان المتتبعين للقناه، كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والله يهدي مخلق والله يصوب. ومهم اللي غادا نوصيكم عليه وهو ديما ما تسرعوش. هذه هي النتيجه. نتلاقاو فيديو جديد اخر ان شاء الله. الى اللقاء. وبغيت تجلسي معايا وبغيت نشوف